اهلا بيكم في فيديو جديد. انا صيدلي مصري سافرت من مصر لالمانيا من حوالي 5 سنين علشان اعمل معادله واشتغل كصيدلي، وفي الفيديو ده عايزين نتكلم مع بعض عن كل التفاصيل الخاصه بسفر الصيادله لالمانيا بهدف المعادله والشغل. لو اول مره تشوفني اهلا، انا اسمي محمد ابو زيد، والفيديو ده حاول يبقى دليل كامل فيه كل التفاصيل اللي انت ممكن تحتاجها من الصفر لو انت ما عندكش اي معلومات عن السفر لبلد زي المانيا. هنحاول نفهم مع بعض خطوه بخطوه ايه المتطلبات اللي انت محتاجها تحققها ازاي، كل الورق اللي انت المفروض تقدم عليه بيطلع منين، تقدمه فين، المصاريف خطوه بخطوه بالظبط. وفي كل خطوه هنحاول نتكلم على الاخطاء اللي انت المفروض تاخد بالك منها عشان ما تقعش فيها، سواء عشان تدفع فلوس اكتر او الموضوع ياخد منك وقت اطول والى ذلك. الفيديو غالبا هيبقى طويل شويه، بس هيبقى متقسم فصول كالعاده عشان تتنقل فيه براحتك لو انت شايف ان انا بتكلم في حاجه انت عارفها. طيب خلينا نخش في الموضوع على طول. طريق السفر باختصار: انت صيدلي في مصر، خلصت دراسه صيدله، معاك بكالوريوس ومزاوله مهنه، مبروك. انت عايز تسافر المانيا، محتاج ترخيص مزاوله مهنه برضو كصيدلي في المانيا، وده ببساطه الطريق اللي انت بتمشي فيه او كل الصيادله اللي بيحاولوا يسافروا بيمشوا فيه. عشان تحقق ده محتاج حاجتين: ان انت تكون بتتكلم الماني كفايه، وان انت تمتحن امتحان تعديل بيقول انا بعادل البكالوريوس او التعليم اللي انا درست فيه صيدله في مصر بالمكافئ ليه في المانيا. مهنه الصيدله من المهن اللي فيها عجز في المانيا، عشان كده في فيزا مخصصه او تاشيره مخصصه زي الاطباء للصيادله اللي حابين ان هم يجوا من بره الاتحاد الاوروبي عشان يعادلوا شهادتهم ويشتغلوا في المانيا. عشان تمشي بالطريق ده بيتاكد من حاجتين: ان انت تكون معاك الماني كفايه او على الاقل قطعت نص الطريق في ان انت تتكلم اللغه الالمانيه، والجزء الثاني ان انت شهادتك دي معترف بيها في بلدك. دي الحاجات الاساسيه اللي انت بتقدم ورقك على اساسها. ورق احنا هنتكلم فيه كله دلوقتي. الورق دوت انت بتقدمه لمكتب التعديل. المكتب التعديل ده بيكون خاص بكل ولايه في المانيا. المانيا فيها 16 ولايه، فانت ببساطه بتعمل كل الورق اللي احنا اتكلمنا فيه، اللي هو بيحدد ببساطه الحاجات اللي احنا لسه قايلين فيها دي، اللي هو تعليمك واللغه. تملى طلب زي ما هم عايزينه، وبتختار ولايه من ال 16 ولايه دول انت عايز تسافر تشتغل فيها او على الاقل تعمل خطوه التعديل فيها، وبتقدم هناك. تفضل قاعد في الولايه دي لحد ما تخلص المعادله. لما تخلص المعادله او يبقى معاك ترخيص مزاوله المهنه الدايم، كده انت تقدر تتحرك بحريه في اي حته في المانيا. ايه المتطلبات اللي انت محتاجها عشان تمشي في طريق التعديل؟ 3 حاجات اساسيه: ان انت تكون بتتكلم الماني لحد المستوى المتوسط، المستوى الرابع اسمه بي 2، ومعاك شهاده تثبت دوت. ان انت تكون طبعا خلصت دراسه صيدله، معاك بكالوريوس صيدله وترخيص مزاوله مهنه في مصر، ده بيطلع اوتوماتيك لو انت خلصت دراسه صيدله. ثالث حاجه بتحتاجها في تقديم على الفيزا هي ان انت يكون معاك ضامن مالي. ضامن مالي ده معناه ان انت معاك فلوس تتكفل بمصاريفك لمده سنه قدام. المصاريف دي بتحطها في حاجه اسمها حساب مغلق في المانيا، وده بيقدر بحوالي 11000 يورو دلوقتي. الرقم بتاع الحساب المغلق ده بيختلف من وقت للتاني، بيتغير على حسب المانيا شايفه قد ايه انت بتحتاج في الشهر علشان مصاريف معيشتك، وعلى اساسه بيقول لك الحساب المغلق مثلا انت بتحتاج 900 يورو او 1000 يورو في الشهر تصرف على نفسك، فحط لي بقى 12 شهر او يعني سنه في حساب مغلق. الحساب ده تقدر تسحب منه بس كل شهر الرقم الحد الاقصى اللي هم شايفين ان انت تصرف بيه على نفسك. زي مثلا الرقم ده 950 يورو، فانت تسحب منه 950 يورو كل شهر لمده سنه، وده بتحتاجه بس وانت بتقدم على فيزا. وده طبعا بتبقى عقبه قدام ناس كتير نفسها تسافر مستوفيه بقيه الشروط بس يعني مش عارفه بسبب الضمان المالي. الاوبشن الثاني بتاع موضوع الضمان المالي ده ان انت يكون عندك حد في المانيا قادر ان هو يعمل لك خطاب اسمه كفاله، ان هو يتكفل بمصاريفك بمده الفيزا دي اللي هي برضه سنه. طيب بالنسبه للغه، احنا قلنا المستوى الرابع او بي 2. لو ما تعرفش التقسيمه دي، فده اسمه الاطار الاوروبي لتقييم اللغات، وبيتقسم من A1 A2 B1 B2 C1 C2. فالمستوى الرابع ده B2، وساعتها انت بتحتاج شهاده اسمها جوتا من معهد جوتا في القاهره مثلا او اسكندريه، او شهاده تلك ده برضه امتحان معتمد، او OSD ده امتحان معتمد من النمسا مش من المانيا، بس برضه بيتقبل وانت بتقدم ورقك. فانت عندك 3 اوبشنز دول: يا اما جوتا تلك OSD، اي واحد من الثلاثه دول بمستوى B2. ممكن تمتحن برضه امتحان دراسي تاني زي التست داف برضه مستوى B2. المهم يعني يكون معاك امتحان معتمد في المستوى الرابع، الشهاده بتقول الكلام ده، يبقى انت ورقك جاهز ان هم يشتغلوا فيه مكتب التعديل. خلصت شهاده اللغه، مبروك، انت قطعت نص الطريق اللي يخليك ان انت تقدم بيه ورقك في المانيا على التعديل. اللغه تاني اصعب عقبه بعد الفلوس. انا شايف ان الفلوس هي اصعب عقبه لاي حد بيفكر ان هو يسافر، وانت كده معاك اول وثيقه بتحتاجها للسفر. امتحان اللغه بتاخد اصل شهاده اللغه، وبتروح المركز اللي انت طلعت منه اللغه ده مثلا معهد جوتا، بتقول لهم انا عايز اعمل نسخه طبق الاصل من الشهاده الاصليه دي. نسخه طبق الاصل دي اللي انت هتبعتها مع الورق بتاعك للتعديل، مش هتبعت لهم الاصل عشان الورق مش بيرجع، فانت بتبعت نسخه طبق الاصل عشان تحتفظ بالاصل بتاعك. نيجي بقى الورق بتاعك كصيدلي، شهاداتك. مبدئيا كل الورق اللي انت هتطلعه هيروح يتوثق خارجيا، عشان بعد ما يتوثق
خارجيه يروح يتوثق من السفاره الالمانيه في القاهره. الورق بيطلع من 3 جهات: الجامعه، وزاره الصحه، ونقابه الصيادله العامه في القاهره. الجامعه هتطلع منهم شهاده تخرج وبيان درجات، وتتاكد من الاثنين ان هم هيروحوا يتوثقوا خارجيه. غالبا في معظم الجامعات بيبقى في ختم منستر زياده على الورق ده علشان يروح بعدها يتوثق خارجيه. من النقابه العامه للصيادله هتطلع ورقه اسمها حسن السير واسلوك، وفي ورقه ثانيه اسمها نص قانون الصيدله. في ولايات بتطلبه وفي ولايات لا. لما انا كنت بقدم من 5 6 سنين كان مطلوب مني الورقه دي. اسمع ان في تجارب ناس ما بيقعدوش بيطلعوا الورقه دي، بس يعني ممكن تطلعها احتياطي وتقول لهم ان الورقه دي موجهه لالمانيا. وانت بتقدم على الورق ده لازم يكون كارنيهك ساري، تكون دافع اشتراكاتك بتاع النقابه كلها للاخر. بعدها تطلع على وزاره الصحه تطلع ترخيص مزاوله مهنه موجه لالمانيا برضه، وتاكد عليهم ان ده هيروح الخارجيه. يعني في اي خطوه نتاكد عليهم ان ده هيروح خارجيه عشان ما تروحش مكتب الخارجيه يقول لك الورق ناقص ختم مثلا. اخر حاجه تطلع على الاسم، تطلع فيش وتشبيه. خد بالك الفيش والتشبيه صلاحيته 3 شهور بس. لو انت هتطول في الورق طلع فيش والتشبيه ده في الاخر عشان ممكن صلاحيته تخلص وانت لسه ماشي في البروسيس بتاعت الورق، عشان انت لسه هتترجم وبعدين توثق خارجيه بعدين توثق سفاره. ممكن الكلام ده ياخد وقت. الحاجات اللي احنا قلناها دي الورق الاساسي اللي انت هتقدمه في الطلب. الحاجات دي ما بتاخدش وقت، يعني الحاجات دي انا فاكر ان انت طلعتها في يومين بس. تبقى عارف يعني هتروح فين وتخلص الكلام ده امتى، تروح بدري، حاجات زي كده. كده انت خلصت الورق اللي بيطلع من جهات حكوميه. ناقص حاجات انت المفروض تطلعها انت بنفسك. اول حاجه السي في الماني. ممكن احط هنا في الديسكربشن موقع يقول لك ازاي تعمل سي في الماني. السي في الالماني سهل جدا، ممل، ما فيهوش حركات ولعب كتير. المهم تاخد بالك من ان انت كل حاجه بتكتبها في السي في تبقى متقسمه زمنيا ومفيش فراغات. يعني مفيش فراغات زمنيه في السي في. ان انت مثلا سنه انت مش كاتب فيها انا عملت ايه بالظبط، نطيت مثلا من سنه دراسيه يعني اتخرجت وبعد كده قعدت سنه مثلا فاضي وبعد كده تقول انا مثلا اشتغلت في حته معينه. خد بالك من الحاجات دي. عامه السي في الالماني سهل جدا، وده في الخطوه دي ما بيبصش عليه قوي، بيبقى خطوه روتينيه ان هم عايزين يعرفوا انت بس مين. بتحط فيه صوره وبتمضي عليه في الاخر. بعدها تيجي نقطه مهمه وهي اختيار الولايه. انت معاك كل الورق او يعني جهزت معظم الورق اللي انت هتقدمه. طيب انا اقدم على انهي ولايه؟ السؤال ده سؤال مهم ومش سهل، عشان الولايه دي انت هتقدم عليها وتفضل قاعد هناك لحد ما تخلص تعديل. هتمشي بكل خطوات التعديل اللي هناك، اللي هي امتحانات المعادله والشغل ومعيشتك يعني على الاقل سنه سنتين. تختار انهي ولايه او انهي ولايه احسن من الثانيه بيعتمد على عوامل مختلفه هنتكلم عليها في اخر الفيديو. خلينا ماشيين بس في سكه الورق دلوقتي ونتكلم في الموضوع ده بعد ما نخلص موضوع الورق. على افتراض ان انت اخترت ولايه نيدا زاكسن، ساكسونيا السفلى مثلا. دي ولايه في المانيا. اسمع ان في مصريين كتير بيجوا على ولايه نيدا زاكسن مؤخرا، عشان كده خدتها مثال. في الورق انت محتاج تنزل الطلب او الفورم بتاع الطلب على تقديم المعادله. الفورم دي بتلاقيها على النت على موقع كل ولايه من الولايات بتاعت المانيا. اللي انت هتعمله ان انت هتكتب انتراج auf Berufserlaubnis وبعدين اسم الولايه في جوجل، او اللينك هيطلع لك غالبا هو ده يعني اللينك اللي انت فيه. هتلاقي بي دي اف. البي دي اف ده تنزله وتملاه، تملى كل المعلومات اللي فيه. لو في حاجه ناقصه ممكن تسال حد زميلك ايه ده. هو غالبا سهل، بيبقى مثلا 3 4 ورقات او 5 ورقات ماكسيمم، بيبقى مكتوب فيه اسم الموظف اللي انت المفروض تبعت عليه ورق بتاعك الطلب بتاعك والعنوان بالتفصيل. فالعنوان والاسم ده دول المعلومات اللي انت هتبعت فيهم الطلب بتاعك بكل الورق اللي انت تعبت فيه وصرفت فيه فلوس كتير الفتره اللي فاتت دي. وطبعا ما تنساش تمضي عليه في الاخر. انا لما كنت بقدم من 5 سنين كانت غلطتي ان انا ما مضيتش على الورق ورجعوا لي الطلب، يعني ما اشتغلوش فيه. قالوا لي انت في امضه ناقصه، والموظف كان ظريف يعني خلاني ابعت الورقه دي تاني بالايميل. ما اضطريتش ان انا ابعتها بدي اتش ال تاني من مصر عشان ده فلوس كتير. المهم خلصت الطلب وخلصت الورق اللي بيطلع من مصر. هتحتاج حاجه من الاثنين: يا اما يكون عندك مراسلات مع صيدليات ان انت بتبين لهم حاجه اسمها اثبات جديه. على افتراض مثلا انت عايز تشتغل في ولايه نيدا زاكسن او ساكسونيا السفلى اللي احنا لسه بنقول عليها. اشمعنى اخترت الولايه دي؟ فلازم تدي لهم حاجه اسمها اثبات جديه ان انت دورت على شغل مثلا في الولايه دي ولقيت حد بعت لك موافقه مبدئيه ان انت تروح تشتغل عنده، او مراسلات على وظائف ان انت تبعت مثلا لوظائف 4 5 صيدليات وبعدين بيردوا عليك تقول لهم انا عايز اشتغل عندكم، فبيرد عليك يقولوا لك ماشي اوكي تعالى نعمل انترفيو. تقول لهم والله انا لسه في مصر، فيقول لك يعني طب انت ليه بتبعت لنا وانت لسه في مصر؟ ما تيجي المانيا يبقى تعالى. فبيبعت لك رفض تبعت لهم المحادثات دي. او في ولايات بتطلب حاجه اسمها شتاند اورت فيرماك، او يعني ان انت اشمعنى اخترت الولايه دي. الشتاند اورت فيرماك ده انا بسمع ان هو بيطلب من معظم الولايات. المعلومه دي انا مش متاكد منها 100%، بس ممكن تسال برضو تجارب الناس. في جروب على الفيسبوك اسمه Egyptian Pharmacists in Germany، الناس بتتكلم فيه كتير، هي نشطه عليه، المصريين اللي بيسافروا يشتغلوا كصيادله ومعظمهم بيكتبوا تجاربهم في الولايات المختلفه. فانت ممكن تسال الولايه بتاعتك او الولايه اللي انت عايز تشتغل فيها المعلومات دي. هم بيطلبوا شتاند اورت معك او موافقه عمل او عقد عمل، او بس بيكتفوا بمراسلات او ولا حاجه من دول. المهم لو انت اكتشفت ان الولايه بتاعتك دي محتاجه الورقه دي اللي هي اسمها شتاند اورت فيرماك او ملاحظه موقع. ملاحظه موقع دي معناها ببساطه ان انت بتكلم مكتب. المكتب ده خاص بالناس اللي عايز تيجي من بره الاتحاد الاوروبي عشان تشتغل وتمشي في طريق التعديل. اللي انت بتعمله ببساطه ان انت بتتواصل معاهم تقول لهم انا فلان فلاني صيدلي من مصر وعايز اجي اشتغل في المانيا في ولايه
اكس. بيعملوا لك ميعاد مع موظف، الموظف ده بيعمل معاك فيديو كول، تكلمه بس يعني تشات، بتقول له البلان بتاعتك، الخطه بتاعتك، وتقول له انا عايز اشتغل في الولايه الفلانيه، فهم بيبعتوا لهم الستاند اوت في ماك ده دايركت من المكتب ده للمكتب ده، ويبقى فيه معلوماتك، فانت مش مضطر انت تعمل اي حاجه غير ان انت بس بتجري العمليه دي. تاني المعلومات دي بتختلف من ولايه للتانيه، لو في معلومه انا قلتها مش مظبوطه انا بعتذر مقدما، بس دي يعني القواعد الاساسيه او الخطوط العريضه. الخطوه الجايه بس كل اللي انت ناقصه ان انت توثق الورق خارجيه وبعدها توثقه في السفاره. مش كل الورق اللي انت عملته هيتوثق خارجيه، في حاجات مش محتاج ان انت توثقها خارجيه. اللي هتوثقه في الخارجيه بالظبط شهاده التخرج، بيان الدرجات، ترخيص مزاوله المهنه، المواجهه لالمانيا اللي انت مطلعه من مصر، الفيش والتشبيه، وحسن السير والسلوك اللي انت مطلعه من النقابه. صوره الباسبور مثلا مش محتاج توثيق من الخارجيه، ولا شهاده اللغه. لو شهاده تلك نسخه طبق الاصل غالبا بتتوثق من الخارجيه. برضه مش متاكد من المعلومه دي علشان انا كنت امتحنت جوتا زمان، ممكن تراجع المعلومه دي لو مش صح. الورق كله اتوثق خارجيه، كل ده بالعربي. اللي انت عايز تعمله ان انت تترجمه الماني. علشان تترجمه الماني ترجمه معتمده بتحتاج ان انت تترجم عند مترجم معتمد من السفاره الالمانيه في القاهره. لو دخلت على موقع السفاره على النت هتلاقي فيه لسته المترجمين المعتمدين اللي انت ممكن تترجم عندهم الورق. هم كتير وهو نفس الحاجه تقريبا. اسعارهم ما عنديش فكره، او يعني ما عنديش فكره دلوقتي اسعارهم قد ايه، ما بتختلفش اختلافات كتيره. انا فاكر لما كنت ماشي في الطريق ده زمان كنت ترجمت عند مترجم معتمد قريب من السفاره، كان تقريبا هو في الزمالك على بعد 5 دقايق ولا حاجه من السفاره. ممكن تشوف مين اللي اقرب ليك ببساطه، او تسال حد كان عمل عنده برضو قريب من تجارب الناس مؤخرا. خد الورق المترجم كده، الورق جاهز ان انت توديه السفاره ياخد توثيق السفاره الالمانيه في القاهره. السفاره بتتعامل مع مكتب خارجي اسمه تي ال اس من حوالي 4 5 سنين تقريبا. انت مش بتروح السفاره دايركت، انت بتروح تي ال اس، او يعني بتحجز ميعاد توثيق عند تي ال اس، تخش على الموقع بتاعهم تعمل ميعاد، بتروح توثق الورق وبتدفع ثمنه. على النت بيقول لك بالظبط الورق تقريبا هيكلف كام. بعدها بتعمل ميعاد تاني عشان توثق نسخه طبق الاصل من الورق. زي ما احنا قلنا انت مش هتبعت الورق نفسه، هتبعت نسخه طبق الاصل عشان الورق ده مش هيرجع وانت محتاجه. فبعد ما يتوثق من تي ال اس اول مره، او يتوثق يعني من السفاره عن طريق تي ال اس اول مره، بتصور الورق كله في مكتب تصوير عادي، وبتروح للتي ال اس في الميعاد الثاني بتقول له ده الاصل وده الصوره، انا عايز اعمل صوره طبق الاصل من الورق ده. استلمت الورق من السفاره، مبروك، انت كده ملفك جاهز ان انت تبعته لمكتب التعديل. وللمراجعه انت هتبعت الورق التالي: شهاده التخرج، بيان درجات، ترخيص مزاوله مهنه موجه لالمانيا، فيش وتشبيه، صوره الباسبور، شهاده اللغه، الطلب اللي انت نزلته من على موقع على النت ومليته بتاع الولايه، السي في ممضي عليه ما تنساش، الشتاند اور في ماك او ملاحظه الموقع، او لو انت خدت موافقه مبدئيه من مكان عمل، حسن السير والسلوك. 10 حاجات. هتجيب ظرف كبير وتكتب عليه العنوان واسم الموظف بتاع الولايه اللي انت هتبعته او مكتب التعديل اللي انت هتبعت فيه، برضه هتلاقيه في الطلب اللي انت مليته على النت. يا اما تبعته مع دي اتش ال او اي شركه شحن ثانيه ارخص، انت عارف ان هم حد اتعامل معاهم وهم بيوصلوا الورق موثوقين. انت بتاخد رقم تتبع وبتشوف الورق وصل ولا لا. غالبا بيوصل يعني في يومين 3 5 ايام ماكسيموم. لما الورق بيوصل للموظف بيفحص الطلب وبيبعت لك وثيقه اسمها البشايد. الوثيقه دي بتقول ان احنا فحصنا طلبك، مفيش اي مشكله في طلب التعديل بتاعك، وما عندناش مشكله انت تيجي المانيا وتستكمل اجراءات التعديل. ساعتها بتحجز ميعاد مع تي ال اس تاني، بس ده ميعاد تاشيره المره دي، خلاص انت رايح تقدم على فيزا. تخش على موقع تي ال اس بتلاقي فورم تاني اسمه فيدكس، وبتملى فيه البيانات، برضو ده بيانات عنك انت شخصيا، وبتاخد معظم الورق اللي احنا اتكلمنا فيه زائد البشايد اللي انت اخدته من المانيا. وحاجه من الاثنين: يا اما حجز امتحان الفخ، ده اول امتحان في المعادله، امتحان اللغه الطبيه. بعد ما الموظف يبعت لك البشايد فغالبا بيبعت البيانات بتاعتك دايركت لنقابه الصيادله في الولايه اللي انت مقدم عليها دي، عشان يقول لهم الشخص ده ممكن يمتحن امتحان اللغه الطبيه ويمشي في اجراءات المعادله. فانت ساعتها ممكن تحجز امتحان اللغه الطبيه من وانت في مصر. السفاره بتطلب عشان تديك الفيزا يا اما يكون عندك امتحان لغه طبيه او يكون عندك كورس تحضيري لامتحان اللغه الطبيه. فانت بتحجز الحاجه من الاثنين دول وبتقدم ده كجزء من ورقك للسفاره. فالورق ببساطه اللي انت محتاجه في ميعاد التاشيره: باسبورك، صوره منه، الابلكيشن بتاع فيدكس اللي احنا لسه قايلين عليه، بيان درجات الاصلي وصوره منه، ترخيص مزاوله المهنه، شهاده بي 2 بتاعه اللغه، الورقه بتاعه الحساب المغلق. في النقطه دي وانت بتقدم على الفيزا طبعا تكون بدات ان انت تحط الفلوس في حساب مغلق في المانيا. اول ما الفلوس بتتحول على الحساب المغلق في المانيا بتاخد ورقه او وثيقه، دي بتقول لك ان انت تاخد دي للسفاره علشان تقدم بيها على الفيزا. البنك بيقول للسفاره الراجل ده تمام، حول الفلوس وممكن ياخد الفيزا. تاكيد حجز الامتحان اللغه الطبيه من المانيا، او برضو تاكيد حجز كورس لغه تحضير لامتحان اللغه الطبيه دوت. السي في الالماني وموتيفيشن ليتر او خطاب دوافع. خطاب دوافع ده انت بتكتب للسفاره بتقول لهم انا ليه بعمل ده، انا ليه عايز اسافر اشتغل كصيدلي في المانيا. خطاب بسيط بتكتبه بالالماني عشان يعني انت المفروض تتكلم الماني في النقطه دي وهتروح تمارس مهنتك باللغه الالمانيه. فبتكتب ببساطه انا فلان الفلاني هروح اعمل 1 2 3 وانا يعني مسافر علشان عايز احقق ذاتي وامشي في الكارير بلا بلا. تمضي على السي في، بتمضي على الموتيفيشن ليتر، بتمضي على الطلب. لو ورقك مش كامل الموظف بتاع تي ال اس غالبا هيقول لك في مشكله في الورق الفلاني، او
احنا عايزين ورقه الفلانيه لو انت ما كنتش حاططها في الطلب بتاعك. لو هم ما طلبوش منك اي حاجه فغالبا هتاخد الفيزا ان شاء الله بعد فتره قصيره وتيجي المانيا تبدا مشوارك او تكمل مشوارك. حاجتين ما اتكلمناش عنهم بالتفصيل: اختيار الولايه والحساب المغلق. الحساب المغلق تقريبا في ناس كتير بتتكلم عنه على النت عشان في طلبه كتير بتسافر المانيا بيعملوا الموضوع ده. ممكن احط هنا لينك في الديسكربشن حد يكون شارح بالتفصيل ازاي تفتح حساب مغلق ده في المانيا وازاي تحول الفلوس وما الى ذلك. خطوه مش صعبه، معظم الناس بتعملها بسهوله، بيبقى الخطوه صعبه ان انت يعني يبقى معاك الفلوس دي. الحاجه الثانيه هي اختيار الولايه. وما خبيش عليك او عليكي، دي حاجه مش سهله. معظم الناس اللي بتبقى لسه بتقدم على الفيزا في مصر ما عندهاش معلومات كفايه عن الولايات في المانيا عامله ازاي، فرص المعيشه والشغل وصعوبه الامتحانات. اللي تقدر تعمله ان انت تعرف على الاقل المعلومات الاساسيه من تجارب الناس اللي حواليك او الناس اللي انت بتقرا تجاربهم على النت. ببساطه وانت بتقدم في ولايه معينه في 3 عوامل اساسيه المفروض تاخد بالك منها. الولايه دي يكون فيها شغل كفايه، علشان وانت بتقدم على شغل وانت لسه جاي المانيا مش سهل ان انت تلاقي شغل كويس وانت لسه ما خلصتش معادله، علشان بعد امتحان اللغه الطبيه انت بتاخد تصريح مزاوله مهنه مؤقت كصيدلي تحت الاشراف. ساعتها انت بتكون اللغه بتاعتك مش قد كده، مش دايما بتلاقي شغل بسهوله في اي ولايه كصيدلي مع تصريح مزاوله مهنه دايم. في الحاله دي لو انت في ولايه فيها شغل كتير وفيها كثافه سكانيه عاليه زي ولايه شمال الراين مثلا، غالبا هتلاقي شغل كويس بسهوله، فده عامل من العوامل. العامل الثاني هو صعوبه الامتحانات. انا مش عارف الوضع دلوقتي عشان ابقى صادق، يعني علشان دي حاجه بتتغير مع الوقت، بس زمان لما كنت ماشي في طريق التعديل كنت اسمع ان في ولايات التعديل فيها اصعب من الثاني عشان الامتحان فيها صعب يعني زياده عن اللزوم. ممكن تبعد عن الولايات دي، بس بتهيالي في العادي معظم الولايات درجه الصعوبه بتاعت الامتحانات يعني قريبه من بعض، مفيش اختلاف كبير. ثالث حاجه صعوبه التقديم. في ولايات مثلا بياخد وقت كبير جدا عشان تاخد منهم البشايد اللي هي اول وثيقه انت بتحتاجها عشان تقدم على الفيزا وتمشي في الاجراءات دي. تبعد عنها، تقدم في ولايه انت عارف ان هم ما بياخدوش وقت كبير، مثلا اقل من شهر او يعني شهر او اكتر، مثلا شهرين 3 ماكسيمم. اكتر من كده يبقى انت عارف ان الولايه دي مثلا فيها موظف واحد بيشتغل في الورق اللي بيقدم عليه الافات، فانت تبعد عن الولايه دي. انا لما كنت بعمل معادله كنت بعمل في ولايه شمال الراين. الولايه دي من احسن الولايات اللي انت ممكن تعيش فيها وتشتغل فيها عشان مصاريف المعيشه فيها مش عاليه قوي بالنسبه لحد لسه جاي من مصر، ده بيبقى برضه عامل مهم. فيها شغل كتير، واعتقد يعني لحد دلوقتي التعديل فيها مش صعب، يعني الاجراءات البيروقراطيه والورق والامتحانات وكده يعني عادي. انا اعرف 2 زمايلي بيعادلوا هناك واعتقد ان الدنيا ماشيه كويس، بس انا برضه مش اب تو ديت. لو انا مكانك هدور برضه على النت جروب مثلا الصيادله اللي انا لسه قايل عليه، هحطه هنا في الديسكربشن. بالتالي ده مصدر كويس جدا ان انت تاخد منه معلومات عن السفر. احب اقول تاني لو في حاجه انا قلتها مش صح ممكن تصلح لي وتقول لي في التعليقات، وبعتذر عنها مسبقا. لو تعرف حد الفيديو ده ممكن يفيده ممكن تشاركه معاك، ولو الفيديو ده عجبك ممكن تشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات الجايه. واخيرا وليس اخيرا، لو انت ماشي في طريق السفر انا اتمنى لك كل التوفيق. لو عندك اي اسئله ممكن تقول لي في الكومنتات او تبعت لي على الايميل، برضه هسيبه هنا في الوصف بتاع الفيديو. بس اشوفكم فيديو جديد.